السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير، الله يحييكم، الله ييسر أموركم ويشرح صدوركم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصب عليكم الرزق صب، وأن يهيئ لكم كل الأمور، وأن يسخر لكم جنود السماوات والأرض، ويكفيكم شر الأشرار وكيد الفجار. بسأل كيفه سم من أول عند الأولين عندهم نخل. أما بالنسبة لأجدادك، يعني بداية جدك سعد وعمك محمد وابوهم جدك علي، كان يعني اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى، ثم على الحب، البر والشعير، الدخن، الذرة فقط. هذا اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى ثم عليها. أما نخيل ما أنا بخابر نخيل أبد، والدليل على ذلك إلا ربما يكون فيه نخيلات معدودة، يعني ما هو واجد، نخيلات ربما ما تكفي مقيض، والناس يبون النخل، يبون مقيض، ويبون طول العام المقيض الرطب، وطول العام المكنوز. فالنخلة هذه يا أبو علي ورد ذكرها في القرآن الكريم، ورد ذكرها في السنة النبوية، ورد ذكرها في الأدب العربي نثرا وشعرا. لا والله ما كان عنده منخيل، وانا ابوك ما كان عنده منخيل. يعني تبيه مثل الحين التمر ما يلقى من ياخذه ولا يلقى من ياكله ولا يلقى، اللهم لك الحمد. لا والله كانوا طال عمرك يمدون للحسا الى بغوا الخلاص، ويمدون للحوطه الى بغوا الخضري، ويمدون البيشه الى بغوا الصفري، ويمدون الليله، ويمدون للحوطه، يمدون كل الاماكن اللي فيها نخيل يمدون لها. والمديد وشلونه؟ المديد طال عمرك على الإبل، ما هو على السيارات. يعني لو بغوا يروحون للحوطة، بغوا يروحون للبيشة، يجيهم من الشقة ومن التعب ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فالبعير الواحد ياخذ له 5 قلال، ولا صار جبر ونشيط ياخذ له 6 قلال. والواحد اللي بغى يروح في الغالب ما يروح بأقل من 3 من الإبل، من الأباعر الشديدة القوية، وعيال عمه وأقاربه القريبين يروحون معه على حسب قدرتهم، على حسب طاقتهم، وينزلون في المدن اللي أنا ذكرت لك، ويجدون التجار كذا أخذوها من الفلاحين اللي جذوا وصرموا، اشتروا التجار، وجو أهل القرى واشتروا منهم ما يلزمهم ويكفيهم طول السنة. والأولين يا أبو علي يقولون التمر مسامير الركب، ولو أنه جاء في ناسنا الحين يقول مسامير الركب، والله أعلم وش الحقيقة، ولكن أنا أسمع أن الأولين يقولون التمر مسامير الركب. والتمر فعلا طعام استراتيجي، جميع العناصر اللي يحتاجها الجسم في التمرة هذه، يعني تستطيع أو يستطيع الإنسان يعيش على التمرة وعلى الماء ولا على الحليب. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا في هذه الديار. فدارت الأيام وبدأوا أهلنا يغرسون النخيل في مزارعهم، يغرسون الصفري عشان يكنز، ويغرسون السلج مقيض وكنز، ويغرسون الحلاء والمقفزي والمساني والمكتومي. هذه اللي كانت يغرسونها على وقت آبائنا، الله يغفر لهم ويرحمهم. وش المتبقي منها من الأنواع هذه؟ المتبقي السلج والصفري والسجعي. الآن اللهم لك الحمد قاموا يحطون السكري ويحطون البرحي ويحطون الخلاص، هذه كنا ما نعرفها. فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة يا أبو علي. فأنا أوصي كل واحد عنده نخيلات يهتم فيها ويحرص عليها، لا من حيث السماد، لا من حيث التنظيف، ولا من حيث الرش، ولا من حيث اللقاح الطيب، ولا من حيث التوبير. واللي ما عنده نخل يحرص انه يحط النخل عنده. النخل طعام
استراتيجي، لا تغبنون في النخل أبد أبد أبد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم ويوفقنا وإياكم. وأنا بسألكم عن الشجرة الآن هذه، من يعرفها منكم؟ هذه شجرة مباركة، من يعرفها؟ فالله يعني في نهاية المقطع هذا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وشكرا لكم.